تفاصيل وفاة الفنان مصطفى الخضري ومحطات من حياته. توفي يوم الأحد 7 سبتمبر لعام 2025 الفنان مصطفى الخضري عن عمر يناهز 92 عاما. أعلن الخبر عزة المهدي زوجة الفنان مصطفى الخضري، وقد أشارت أنه توفي داخل مستشفى المحور ودفن في نفس اليوم. الجدير بالذكر أن الفنان مصطفى الخضري من مواليد عام 1933. بدأ مسيرته الفنية متأخرا بالظهور في بعض المسلسلات مثل الغربة عام 1977 مع حسن عابدين وسعيد عبد الغني، لتنطلق مسيرته الفنية التي قدم فيها حوالي 125 عمل فني. ومن أشهر أعماله دور مصطفى باشا النحاس في مسلسل العملاق عام 1979، دور الأستاذ في مسلسل دموع في عيون وقح عام 1980، دور عزيز في مسلسل هو وهي عام 1985، دور جدعون في مسلسل رأفت الهجان الجزء الأول عام 1988 والجزء الثاني عام 1990 والجزء الثالث عام 1992، ودوره في مسلسل الوتد عام 1996. كان آخر عمل فني قدمه مصطفى الخضري هو مسلسل الحكر عام 2014 مع فتحي عبد الوهاب، وبعدها غاب في السنوات الأخيرة عن الساحة الفنية. رحم الله الفنان مصطفى الخضري.